السلام عليكم إخوتي أخواتي. الفيديو اليوم موجه إلى الجالية الجزائرية بالخارج أو الجالية الجزائرية بفرنسا، ونزف إليهم بشرى. شكرا لمجلس النواب الفرنسي، شكرا للرئيس تبون على الاستجابة إلى ندائنا الإنساني قبل 2 أو 3 من هذا التاريخ. وكنا سجلنا فيديوهات مع اخوتنا الجزائريين في مختلف الاماكن في فرنسا في الكاتشيما، وشكرا معناها لشجاعتهم ولحديثهم عن مشاكل الجوازات، حيث ما نطيلش عليكم هناك نقاش كبير جدا في مجلس النواب الفرنسي. يعني كل جزائري محروم الجواز متاعه او عنده صعوبة في استخراج جواز السفر، باش يتم تسهيل إجراءات جواز سفر للمهاجرين الجزائريين وخصوصا الغير نظاميين. وقال النائب نور الدين اليعقوبي النائب عن الجالية الجزائرية أنه الجواز يمثل هوية ويمثل كرامة الجزائري، وربطها بالريجيليزاسيون في بلد الإقامة في فرنسا، وقريب جدا ثم تسوية تعرفوا الناس الكل. وكنا أطلقنا نداء إنساني إلى السيد رئيس تبون للنسج على منوال الزعيم قيس سعيد. شكرا الرئيس قيس سعيد على ما فعلته لصالح التونسيين من أجل الجوازات. أيضا الرئيس ننتظر لفتة كريمة من الرئيس تبون للنسج على منوال أخوه قيس سعيد لتسهيل أبنائك الجزائريين اللي يحبوك برشا هنا، وننقل رسائلهم، خاطر كنت نحاور فيهم وأنا معاهم في الشارع وفي صراع المهاجرين غير نظاميين، وهم رجال وأبطال. ونحيوك ونطلبوا منك نداء إنساني باش تعطي قرار لتسهيل جوازات السفر ما لم تتعلق بهم قضايا كما قال السيد النائب نور الدين أعيد اليعقوبي نائب عن الجالية الجزائرية في الخارج. قال هي وثيقة الهوية والسيادة الوطنية، وقال يجب أن نعطي الباسبور باش يعيش المهاجر بكل عزة وكرامة. ونأكد على الألفاظ وشكرا بعزة وكرامة، لأن صراعنا هو صراع العزة والكرامة. كما قلنا إخوتي